حسن الكتاني حسن الكتاني اللي معه قصة طويلة. حسن الكتاني هو أعرفه منذ كان شابا صغيرا، لم يأخذ حتى شهادة البكالوريا، وأنا أيضا، بسبب علاقة والدي بوالده، بحكم أنهما معا صديقان للدكتور عبد الكريم الخطيب. هذه قصة أخرى. والدكتور عبد الكريم الخطيب هو من كان يرسل الشباب إلى أفغانستان من المغرب، هو الذي أسس جمعية سماها الجمعية المغربية للدفاع عن الجهاد الأفغاني، وهو من أرسل والدي، فكانت تجمع الأموال وكانت تشجع الشباب على الذهاب إلى أفغانستان، وكان من أكبر المحرضين في ذلك الوقت. وهذه نقطة جيد أنك ذكرتني بها. من أكبر الذين، لأن كانت هناك مهرجانات خطابية تقام في المغرب تدعو الشباب للذهاب إلى أفغانستان، مهرجانات كبرى. ومن الذي كان يؤطرها؟ كان يؤطرها الدكتور عبد الكريم الخطيب، كان يؤطرها عبد الإله بن كيران، كان يؤطرها المقرئ أبو زيد، وبعض الأسماء الأخرى التي اختفت من الساحة. ذكرت الأسماء المعروفة. فهؤلاء هم من كانوا. عبد الإله بن كيران كان يقيم مهرجانات خطابية يحرض فيها الشباب على الذهاب إلى أفغانستان، وكان هو ضمن الجمعية التي كانت تدعم وترسل الشباب إلى أفغانستان. الدولة نفسها ربما لم تكن تمانع. واضح أنها لم تكن تمانع، نفس المسار الأمريكي. لا، لأنه كان في السياق الأمريكي، في سياق عام. لكن أنا فقط أذكر بهذا الأمر حتى يتذكر الناس ماضيهم ويعرفوا أن السياق كان سياق مختلف، وأنهم هم أيضا كانوا جزءا من هذا السياق. ففي هذه الظروف تعرف والدي على والد حسن الكتاني، ونشأت بين صداقة شباب صغار، شباب متدينين يحملون كثيرا من الأفكار المتشابهة. ثم بعد ذلك ذهب كل منا إلى حال سبيل. أنا ذهبت إلى السعودية وذهب إلى الأردن. بعد ذلك عدنا، هو عاد من الأردن وعد سنة من السعودية، وقد أصبحت شيخا وأصبح شيخا. فالتقينا بأفكار متقاربة، فلما اعتقلنا معا. وخرجتم معا طبعا في نفس اليوم. وقضيت معه في الزنزانة أعتقد سنتين كاملة، من 2003 إلى 2005. ليس معه في نفس السجن، معه في نفس الزنزانة. ووقعت بيني وبينه مناقشات طويلة عريضة في قضايا فكرية، وكان هو الصراحة كان سبب كبير في تسريع التحول الذي قمت به، لأنه كان ذهب إلى الأردن وقابل ناس من جنسيات مختلفة. ليس مثل أنا كنت في السعودية ما قابلت إلا نفس التيار السلفية. فهو ذهب إلى الأردن أكثر حرية، فقابل توجهات معينة. وكان أحكي لك هذه القصة، هي مهمة ولها ارتباط أيضا باليمن. أنا كنت أناقش، أنا في ذلك الوقت كنت سلفي. حسن الكتاني لا، كان أقل تشددا أو أقل سلفية، فكان يحاول أن يستفزني ببعض الأفكار المناقضة للسلفية، وكان يعرضها لي للنقاش. وأنا كنت في ذلك الوقت أقول له لا، هذا الكلام الذي تقوله غير صحيح، هذه أصول، هذه مسلمات، أنا تربيت على هذه القواعد وعلى هذه المسلمات، لا يمكن أن تنقضها لي اليوم. فيقول لي فكر فيها، فكر. فأقول له لا أستطيع أن أفكر. فقال لي يوما، قال لي انظر، أنا قرأت كتابا، هو يقول لي قرأت كتابا أظن أنه يصلح لك ويجب أن تقرأه، صاحبه ليس بسلفي لكن مع ذلك قرأه فلعله يفيدك. قلت له ما اسم هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب اسمه العلم الشامخ في تفضيل الله ورسوله على الآل والمشايخ، للشيخ صالح المقبلي الزيدي من أهل اليمن. صالح المقبلي. مقبلي. قال لي هذا كتاب عظيم، أنا قرأته لما كنت في الأردن وأتمنى. قلت له موجود؟ قال لي لا، للأسف غير موجود، غير مطبوع. هذا الكتاب موجود في السعودية، موجود في اليمن، لكن في المغرب غير موجود. قلت له لعل يكون موجود، أطلب أحد من عائلتي. فبقي هذا الاسم صالح المقبلي والعلم الشامخ بقي راسخا في ذهني. المهم بعد سنتين وأنا معه في الزنزانة وقعت أحداث طويلة، خضنا إضرابات متواصلة عن الطعام، فقررت إدارة السجن تفريقنا، كل واحد ستأخذه إلى مدينة، يعني كنا في القنيطرة الآن. فأخذتني من سجن القنيطرة وذهبت بي إلى فاس، إلى سجن فاس، وهو السجن الذي سأقضي به في زنزانة واحدة لوحدي 7 سنوات. أول
ما جئت إلى فاس وكان إضراب عن الطعام ومشاكل كثيرة. بعد ما استقرت الأوضاع خرجنا من الإضراب عن الطعام واستقرت الأوضاع. طبعا الآن ستأتيني زيارات وسأطلب بعض الكتب، لأن زنزانتي هذه في الأخير أصبحت عندي مكتبة ضخمة داخل الزنزانة، كنت أدخل الكتب. فلما جاءت عندي الزوجة إلى السجن، كتبت لها اسم الكتاب، قلت لها اذهبي وابحثي لي عن هذا الكتاب، العلم الشامخ في تفضيل الله ورسوله على الآل والمشايخ، الشيخ صالح المقبلي. فهي ذهبت، طبعا الكتاب غير موجود في المكتبة، لكن ذهبت إلى الانترنت، ذهبت على الانترنت ووجدت الكتاب موجود يمكن تحميله، وكتاب ضخم في 4 أجزاء، فأخرجته كله وحملته وطبعته، فجاء الكتاب هكذا يعني، لأن 4 أجزاء مطبوعة فقط منسوخة على الآلة الناسخة، جاءت ضخمة وجاءت فعلا وأدخلتها لي وقرأت الكتاب. كان مسموح إدخال الكتب وإخراجها؟ لا، هذه قصة أخرى. الكتب كانت مسموح بها في حدود معينة، لكن أنا في الإضراب عن الطعام من بين المطالب التي ألححت عليها الكتب بدون حد ولا قيد. طلبت إدخال الكتب بدون حد ولا قيد واستجيب لي في هذا الموضوع. فهذا الكتاب بدأت أقرأه إلى اليوم أستحضر متعة قراءة هذا الكتاب. هذا الكتاب غيرني، كان أحد نقاط التحول الكبرى في حياتي هذا الكتاب. فهذا الكتاب إلى الآن إلى اليوم لا زال هذا الكتاب مؤثرا في شخصيتي، لأن هذا الكتاب هو صاحبه زيدي. نحن تعودنا في بيئتنا السلفية أن كل شخص له تيار معين، وأن هناك مثلا الفقهيات الحلال والحرام هذه يمكن مناقشتها، يمكن أن تقول فيها خلاف، يمكن أن تقول فيها، لكن المسلمات العقدية هذه غير قابلة للنقاش، ولا يمكن أن يقول لي أحد هناك فيها خلاف. الذي وجدته عند الشيخ صالح أنه يناقش القضايا العقدية بنفس طريقة الفقه، مع أنه هو زيدي، فيأتي بعقيدة من عقائد الزيدية ويقول وهذا ما يقوله أهل مذهبي وأنا لا أوافقهم، ووافق ما ذهب إليه ابن تيمية في مذهبه كذا كذا في كذا، ويعطي الحجج والأدلة. أنا صدمت، شخص ينقض قواعد العقدية لمذهبه وينتصر لمخالفيه. الله. والحجيب أنه سلك هذه القضية في كل الكتاب وفي كل قضايا العقيدة، مرة ينتصر لمذهبه، مرة ينتصر للمذهب الآخر، على حسب ما ساقته إليه الحجة والدليل. يا سلام. هذا الكتاب هو الذي أقنعني بعد انتهاء منه أنه بعد ذلك اليوم انتهى شيء اسمه مذهبية، انتهى شيء اسمه تيار، ليس إلا الحجة والدليل، وأنني يمكن أن أخالف قومي وعشيرتي ومذهبي وكل شيء إذا قام الدليل والحجة على خلاف ذلك، إذا ثبت الدليل. ومنذ ذلك اليوم إلى الآن وأنا على هذا المنهج. غيرك هذا الكتاب جملة؟ هذا كتاب يعني أذكره دائما بكل إجلال. مرت السنوات وكان عندي محاكمة في مدينة الدار البيضاء، كان إعادة المحاكمة في مدينة الدار البيضاء، فأخذوني إلى الدار البيضاء، فوجدت مرة أخرى حسن الكتاني موجود، فقلت له أنا قرأت ذلك الكتاب وتأثرت به وغير في الكثير، والآن أنا ربما متوافق مع كثير مما كنت تقوله لي في تلك الأيام. فماذا كان جوابه؟ قال لي لكن أنا تراجعت عما كنت عليه في تلك الأيام وأنا مع ما كنت عليه أنت. لا حول ولا قوة. حتى قال لي في وقت معين ندمت أني أريتك هذا الكتاب. لا حول. ومن ذلك الوقت بدأت اتساع الفجوة بيني وبينه حتى خرجنا، فظهرت خلافات كبيرة بيني وبينه. وكيف حالك معه الآن؟ لا، ليس جيدا للأسف، لأنني أنا حاولت في آخر لقاء بيني وبينه، التقينا وقلت له شيخ حسن، هل يمكن أن نكون أصدقاء وفاء لما عشناه سابقا حتى وإن اختلفنا في الأفكار؟ فأجابني جواب صادم صراحة. قال لا. قال ماذا أفعل معك إذا كنت تختلف عني فكريا؟ ما المشكلة أن تختلفوا فكريا؟ لا يمكن. أقول لك أعرفك من بعيد، لكن أنا تكون صداقة مع اختلاف الأفكار نظرا لبنيته السلفية لا يقبل هذا. للأسف أنا صراحة جد متأسف وجد متحسر لهذا الأمر،
لأن الشخص قضيت معه جزءا من عمرك وجزء من حياتك، ولك معه ذكريات مشتركة، ودخلت بيته ودخل بيتك وسافرت معه، ثم لمجرد اختلاف في الفكرة يقطع ما بينك وبينه، هذا أعتبره نوع من الإجرام الفكري الذي مورس على من يتبنى هذا الفكر.